تعالوا اشارك معاكم النهارده تشيز كيك القرع. هنعمله بطريقه حلوه جدا، طعمه لذيذ قوي وجديد كمان. يعني مش بيبقى جبنه بس، بنحط عليه معجون القرع. هنعرف برضو بنعمله ازاي. هنعمله من غير كريمه سايله ولا كريمه حامضه او ساور كريم او زبادي، هو بالجبنه والبيض وبس. في البدايه انا علشان احتاج القرع عندي قرعاية كده، احطها في صينية الفرن ومشغلة الفرن على درجة حرارة متوسطة، بدخلها الفرن لحد ما بتستوي على حسب حجم القرعاية اللي عندك. ومدة المدة اللي هتقعد فيها في الفرن. لو عايزين سرعوها اكتر ممكن تغلفوها بفويل، هتستوي معاكم على طول. اول ما بتخرج بيبقى سهل جدا ان انا افتحها من النص كده واشيل منها كل البذر، وبعد كده اخد بقى بالمعلقة اللحم بتاعها. ده بيبقى اسهل كتير من ان انا افتحها في الاول واقعد اشيل منها البذر كده. البذر لما بتبقى نية بتبقى اصعب شوية. بشيل بقى بكل سهولة القرع اللي عندي او البيوريه، وده بقدر ان انا اضربه اخليه مطحون قوي واحطه في علبة في التلاجة عندي. بستخدمه في حاجات كتيرة جدا، في الكب كيك، وبستخدمه بحطه على مكرونات، وبستخدمه للقهوة، كل حاجة. طيب عشان الوصفة اللي احنا نعملها دي او تشيز كيك القرع، انا هحتاج كوباية واحدة بس من بيوريه القرع. هاخد المعيار اللي معايا ده نص كوباية، فهحط منه مرتين وهسيبه بقى على جنب مع باقي المكونات بتاعة التشيز كيك. احنا كده خلاص، يعني كل المكونات بالنسبة لي جاهزة. لو انتوا عندكم الكنات اللي بتاعة القرع الجاهزة تقدروا تستخدموها على طول. انا هنا مش بيبقى متوفر عندي في السوبر ماركتات العادية. الكوباية دي بقى بفتتها كويس، سواء بهاند بلندر او بايديا او بالشوكة، وبسيبها لحد ما تبرد نهائي. يعني مش بشتغل في التشيز كيك غير لما البيوريه دوت يبرد خالص. انا حطيتها في البلكونه عندي جو تلج، حطيتها كده على الشباك لحد ما بدأت أكون المقادير التانية. أول حاجة كقاعدة أساسية للتشيز كيك، البسكوت عندي من كوباية وربع، كوباية ونص من البسكوت. عندي أقل كمية ممكن تستخدموها للتشيز كيك في الدنيا، هنستخدم يعني 260 جرام من الجبنة. وعندي كمان من كوباية لكوباية ونص من السكر، على حسب انتوا بتفضلوا السكر بتاعكم ازاي، وعلى حسب كمان حلاوة القرع بتاعكم. في قرع بيبقى مش حلو قوي وفي قرع بيبقى مسكر. عندي 4 بيضات وسط، وعندي معلقتين كبار من النشا، وعندي معلقة كبيرة من القرفة. هكتب لكم كل المقادير ان شاء الله تحت في صندوق الوصف. وعندي هحتاج 5 معالق كبار من الزبدة السايحة. في البداية هستخدم البسكوت، سواء عندكم بسكوت سادة او كراكرز، اللي هو بيبقى اللي هو زي البسكوت بس بيبقى على شكل مالح شوية، ما بيبقاش فيه ملح كتير، ولكن بيبقى اخف شوية من البسكوت الحقيقة. بس البسكوت ده كان عندي اوريدي فطحنته عادي خالص. هحطه في الكبة، تقدروا تستخدموه في اي كيس او تطحنوه باي اداة. حطيته في الكبة كده، اديته ضربتين، وبعدين فتحت الكبة وحطيت باقي الكمية اللي عندي، وهبدأ ان انا اضربه كويس جدا في الاول. هحط بقى عليهم رشة صغيرة من الملح، وهحط عليهم برضو رشة صغيرة من القرفة. لو حابين تضيفوا سكر ممكن تضيفوا، انا مش بحب احط عليه سكر في قعدة البسكوت يعني. بعد كده هضيف 5 معالق كبار من الزبدة المتسيحة. ما تحاولوش ابدا ان انتوا تحطوا الزبدة في الاول مع البسكوت قبل ما يتضرب، مش هيتضرب معاكم بشكل كويس. بديله بقى ضربتين 3 كده لحد ما البسكوت عندي يتفتت ويبقى عامل زي قوام الرمل اللي احنا كلنا عارفينه تقريبا. عندي بقى قالب التشيز كيك، القالب ده مقاس 22، وهيبقى فيه طبقة الجبنة يعني مناسبة، مش كبيرة قوي ومش رفيعة قوي. لو حابين طبقة الكريم اللي بيبقى الكريم تشيز بالقرع تبقى شوية أدخن، تقدروا تستخدموا قالب 20 أو 18، يعني قالب أقل من كده شوية. انما تستخدموش اكتر من كده عشان تبقى التشيز كيك مناسبة. ظبطته بقى في الصينية كويس وحطيته على درجة 160 في الفرن 5 دقايق بس. بعد كده بقى هجهز خليط الجبنة. حطيت كمية الجبنة
وكمان كمية السكر. وهبدأ ان انا اضرب فيهم بالمضرب او اي مضرب يدوي او كهربائي المتوفر عندكم. في الاول هتحسوا ان في تفتتات كده، مع الضرب المستمر هتلاقوا بقى ان القوام بقى كريمي، السكر داب مع الجبنة وبس. في الوقت ده يعني في النص كده بنزل الاطراف اللي تحت عشان السكر كله يدوب، بنزله كويس وبرجع اضرب تاني. هحط بقى النشا، معلقتين النشا، وهقلب كده بالمضرب كويس. بعد كده هشغله وهضرب من تاني. هشيل بقى هشيل المضرب خالص على جنب، خلاص مش محتاجة اضرب زيادة عن كده. وبعد كده هضيف واحدة واحدة البيض، وهحط عليهم الفانيليا، وهضرب تاني ضرب خفيف كده. مجرد ما البيضة تختفي هرجع احط عليها البيضة التانية. دي اخر بيضة خلاص. انا كده خلصت الاربع بيضات بتوعي، هضربهم كويس جدا بقى. اول ما يختفي هوقف كل الضرب وبس. يبقى كده عندي خليط الجبنة والبيض جاهز. بعد كده بقى عندي كوباية البيوريه اللي احنا سيبناها بتاعة القرع تبرد خالص تماما باردة. ما تحاولوش تحطوا وهي حتى دافية، ما تحطوهاش، لازم تبرد تماما. حطها في طبق جانبي بقى مختلف، وهبدأ اضيف عليها من خليط الجبنة كوبايتين، ونفس المقدار اللي انا بستخدمه ده اللي هو نص كوباية هحط منه 4 مرات. يعني في الاخر هحط كوبايتين بس من خليط الجبنة، هضيفه على القرع اللي قدامكم ده. انا يعني مش هحط القرع على الجبنة وتبقى طبقة واحدة، انا هعمل زي ماربل كده، او يعني هيبقى فيه لونين باينين، لون الجبنة موجود ولون القرع موجود. هحط كمان القرفة على خليط القرع، وهبدأ ان انا اقلب كويس جدا جدا لحد ما المكونات تختلط. من نفس بقى الخليط ده هشيل منه كوباية، هحطها برضو على جنب، وهقول لكم في الاخر هنظبط الخليط ده ازاي. انا كده عندي طبقة البسكوت خرجت من الفرن وباردة تماما، برضو ما نحطش عليها الحاجة وهي سخنة. عندي طبقة الجبنة دي، وعندي طبقة القرع والقرع التاني اللي هو ايه الحبة الاصغر شوية. عندي بقى الصينية خرجت وبردت تماما بالبسكوت. حطيت كده ورقتين من الفويل تحت، لان احنا طبعا تشيز كيك هندخله في حمام مائي، فلازم ان انا اقفلها كويس جدا بالفويل كده، واظبطها وارفع الفويل شوية لحد فوق عشان نضمن ان مفيش اي مية تماما هتدخل للصينية. تعالوا بقى اقول لكم هنظبط الطبقات دي عشان تبقى طالعه زي الماربل كده ازاي. اول حاجه هحط خليط القرع اللي هو الاكبر، يعني اللي احنا كوناه في الاول. هنزل كل المكونات كده، وبعد كده هفرده على البسكوت بالراحة، سواء بالصينية تمسكيها كده وتلفيها عشان الصواني دي تبقى بتتفتح، او بالسباتولا عادي جدا لحد ما تغطي كل حراف البسكوت عندك. بعد ما بظبطه بنزل عليها بخليط الجبنة. زي ما انتم شايفين كده هتحسوا ان خليط الجبنة اتوغل كده في خليط القرع، فتحسوا ان في الاخر هتشوفوا ان هو عامل زي الماربل كيك كده، لما يعني في اكتر من لون جوه الكيك نفسه. هنزل برضو كل الكمية بالسباتولا عشان ما هقدرش من الكمية بتاعتي. وبعد كده بقى الطبق الصغنن او كوباية القرع الصغننة اللي احنا شلناها على جنب دي، هحطها بالمعلقة كده قطعة قطعة في يعني فوق الصينية كده من على الوش، لحد ما كل الكمية اللي عندي في الطبق تخلص. بعد كده بقى عندي سكينة وببدأ امشي عليها داير داير على نفس القطعة اللي انا نزلتها دي، يعني من اليمين للشمال وبالعكس كده، عشان ايه تطلع فيها شكل تمويجة في الاخر. كده الصينية عندي جاهزة، وكمان متغلفة بالفويل. حطيتها في صينية اكبر، والفرن سخن على 160، من 160 ل 165، متزودوش عن كده. بحط بقى مية سخنة في قلب الصينية الكبيرة، وبدخلها الفرن عندي الرف اللي في النص. الصينية بتدخل تقريبا يعني ساعة،
وممكن كمان تزيد عن كده من ساعة لساعة وربع او ساعة ونص. المهم ان انتوا ما تعلوش درجة الحرارة وبس، بتسيبوها خالص تماما لحد ما بتستوي في المدة اللي بتستوي فيها دي. بعد ما بتستوي بقى خلاص بتحسوا ان الحروف بتاعتها اتمسكت شوية، وفي النص بيبقى متماسك بس مش متماسك قوي. بتفضلوا بقى فاتحين عليها الفرن نص ساعة، بتقفلوا النار طبعا، بتفتحوا عليها الفرن نص ساعة، بتوربوه بس مش فتح كامل للباب، وبتسيبوها لحد ما تبرد تماما. بعد ما تبرد بيبقى ده شكلها. بشيلها وبسيبها تهدى برضو خلاص. بغطيها بقى بالستريتش وبعدين بحطها في التلاجة. بتبقى طالعة جميلة قوي. التشققات اللي فيها دي لان هي كانت هتقع مني فيعني انا لحقتها، بس هي بتطلع من الفرن طعمها لذيذ جدا. تقدروا بقى تزينوها بكريمة. دي كريمة عادية ضربتها كده ضرب سريع بالمضرب اليدوي، يعني مش مضروبة بشكل كامل، مش قوامها مش تقيل، ولكن بتبقى ماسكة نفسها. وبعد كده برش عليها رشة من القرفة. بس تبقى كده التشيز كيك خلص. نكهته جديدة شوية ومختلفة. يعني القرع دلوقتي موجود في كل حتة تقريبا، وبيبقى اسعاره سعره الى حد ما بيبقى كويس في الشتاء. شكلها من جوه بقى بيبقى حلو جدا، بيبقى فيها يعني زي تعريجة كده بين خليط التشيز كيك الابيض والتشيز كيك بالقرع. لذيذة قوي، طعمها جميل. اللي بيحبوا القرفة يحبوها جدا ويستمتعوا بيها مع كوباية قهوة. اتمنى ان انتوا تجربوها، وما تنسوش هكتب لكم كل المكونات ان شاء الله تحت في صندوق الوصف، وهحط لكم كمان لينك التشيز كيك اللي احنا عملناه قبل كده على البارد للوتس. برضو جربوه كتير وكان ناجح معاهم وعجبهم. اتمنى ان انتوا تشوفوه وتجربوه. بس ما تنسوش قبل ما نقفل الفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا اشتراككم وتدوسوا على اللايك لو فيديو النهاردة عجبكم، وتكتبوا لي كومنت بأي وصفة حابين ان احنا نجربها في الفترة الجاية. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد عن قريب. مع السلامة.